سبحان الله يوم انك تفكر في التاريخ تنظر إلى كسرى عظيم فارس وقيصر عظيم الروم والنعمان بن المنذر، كانوا حكام كبار يعني في ذلك الزمان لدول عظيمة. تنظر إلى زماننا تجد سبحان الله من أقل الناس في زماننا يمتلكون أعظم مما يمتلك أولئك. سبحان الله العظيم. يعني يقدر يسافر بالطائرات بالسيارات، يتنقل إلى مسافات بعيدة في زمن قصير، وعنده أجهزة تغير الجو. إذا كان برد تقدر تخليها الجو حار، وإذا كان حر تخليه بارد، والفاكهة تجيها من أقصى الأرض إلى هنا، وأكلات تعد وتخطي، واتصالات وتشوف اللي في الشرق ولا في الغرب في نفس اللحظة. في ذلك الزمان جاء الحر وش يسوون؟ يعني يهفون عليه بالمراوح اللي بسعف النخل. والله سبحان الله، والله احنا في نعمة عظيمة. يعني أقل واحد أعظم مما يعني كان يملكه قيصر عظيم الروم وغيره. فالإنسان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة.